السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة حاجبة أم يوسف للطبخ والحلويات والنصائح والوصفات الرائعة. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الطريقة ديال هذا التمر كنديرو على شكل النوغا، وكيجي رائع وكيعجب الوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا التمر بهذه الطريقة. ملي كيشوفوها بهذه الطريقة كياكلوها. كنحتاجو هنايا التمر. انا عندي هنايا سبق لي وحيد التمر العظومه، وكاينه عندي من قبل وكنت خازناها، يعني دايرها في المجمد. دابا جبدتها قطعتها بحال هكذا، بحال هذا الشكل هكا، قطعتها طريفات صغار بحال هكذا، ودرتها في قبالة الشمس، يعني غطيتها بواحد المنديل باش ما ينزل عليها حتى شي اوساخ اولا شي حشرات يعني. ودرتها سخنات هكا، راه دابا طابت. من قبل ما كندير لها هكذا كتكون عندي التمر بحال هذا، بحال هذا الشكل. كيكون عندي التمر هذا راه كاين في المجمد عندي. هذه هي التمر خصها تكون رطبه، ما تكونش قاصحه. كنحيد لها العظومه وكنديرها في قبالة الشمس حتى كتسخن شي شويه. اللي ما بغاش يديرها في الشمس كيديرها في هذا في الفران، كيسخن الفران مزيان وكيحيد لها العظومه وكيسرحها. كتحيدي لها بحال هكذا العظومه، نوريكم. كتحيدوا لها بحال هكا العظومه ديالها وكتحلوها بحال هكا في الطاوه ديال الفرن اللي غادي تدخلي في الفران. كتحطي بحال هكا التمر، كتحطي وحده بهذه الطريقه. كنحطها بحال هكا وكنحط حبه بحال هكا حتى كتسخن مزيان باش كتسهل عليا نعجنها. ملي كنعجنها كنجمعها كنبقى نعجنها بهكا بحال بيديا بحال هاد الطريقه. كندير اليديا بجوج، كنبقى نضربها بالكف في وسط الكف مع الكف، وكندير كيما قليله هكا وكنبقى نعجن بحال هكا. راه ملي كتبقاي تعجنيها كتولي رطبه وكتولي رائعه، يعني سهله في هذا في العجينه ديالها. صافي ملي كتكون رطبه بحال هكذا كتسخن. انا دابا راني درتها في قبل الشميشه حتى سخنات شويه، غطيتها بواحد المنديل نقي، درتها هنايا في الطاوه. هذه راه كانت عندي على شكل كره كبيره وقطعتها بحال هكذا وكنديرها تسخن باش تسهل عليا نعجنها. دابا غادي نطحن النافع ونطحن سميتو النافع البلدي مع النافع البستاني، غنطحنهم. وهذا غادي نهرمشو، واللوز حتى هو غنهرمشو، وغادي نعجن التمر ديالي نرطبها مزيان. غنديرها في القصريه اولا فوق من سطح العمل، يعني هنا فوق من البوطاجي، وغادي نبدا ندلكها. غنوريكم الطريقه كيفاش كندير. كنشدها بحال هكذا وكنبقى ندير لها بحال هكا بيديا، غير بحال هكا. حتى كتدلك مزيان كتولي رائعه هاد التمر. صدقوني اللي جا عندي وداقها كتعجبو، كتجي رائعه. كنبقى مستمره بحال هكذا حتى كنردها بحال هكذا. البنات هنا راني عجنت التمر ديالي وحليتها بحال هكذا، حليتها بهذه الطريقه بحال هكذا. دابا غناخد انا راني سبق لي وجدت واحد الكميه، ولكن غير بغيت نوريكم كيفاش كندير، كيفاش كندخل فيها هذاك النافع مع كنبقى ندردرو بحال هاد الطريقه فوق منها كامله. كلشي التمر كندردر فوق منها باش كيدخل في وسط منها داك النافع. كنعاود نجيب الجنجلان مع اللوز
رائعه. النسمه ديال النافع مع الزنجلان مع اللوز كتجي رائعه. دابا كنحاول نبدا نخدمها هكا بصباعي، واخا تعطلت عليها شويه يعني التمر ما درتهاش وهي سخونه، غادي تعذبني شويه في الجميع، ولكن ماشي مشكل. انا غنوريكم الطريقه كيفاش كندخل فيها هاد سميتو هاد العطريه ديالي، يعني هاد الزنجلان مع اللوز مع النافع. كنعاود نقلب بحال هكا وندردر، يعني كتجي رائعه. صافي كنبقى ندخل فيها بحال هكذا ونجمع، ندخل فيها بحال هكذا ونجمع. نتمنى الصوره تكون واضحه، حيت انا دابا كنخدم بواحد اليد كنصور بها. هنا خصني نخدم باليدين ديالي بجوج. انا غادي نجمع وفي الاخر غنوريكم كيفاش كتجمع عندي. هنا بديت كندلكها هكا، باش هذاك الزنجلان مع اللوز مع كيدخل فيها من الداخل مزيان. وكنبقى نقلب بحال هكا ونعاود نضغط عليها وندير بحال كانت ديك العجينه. غادي نستمر في هذه الطريقه ونوريكم الشكل ديالها. بلاستيك غذائي، هذا بابي الومنيوم، بلاستيك غذائي، وغادي نديرها في الثلاجه اولا في المجمد حتى كتشد راسها مزيان. عاد باش نقطعها وغادي نديرها في واحد البواطه اولا شي هذا سطيل ونحطها في الثلاجه. كتجي رائعه، وملي غادي نقطعها غنوريكم كيفاش ملي كتشد راسها مزيان كيفاش كتجي. التمر ديالنا ملي درناه في الثلاجه حتى شدت راسها، انا درتها هنايا غلفتها بهذا البلاستيك الغذائي. هنايا غادي نقطعها ونوريكم الطريقه كيفاش كتجي. يعني دابا نحيد هذا البلاستيك الغذائي ونقطعها. هنا هي فين قطعنا التمر، هانتوما كتشوفوا كتجي بحال هكا، بحال شكل القرقاص. صافي كنحطو هنايا في البواطه. صافي هانتوما كتشوفوا كي كتجي. ونكمل ان شاء الله التقطيع ديال هادشي كلشي وندير هكا في البواطات هكا بحال هادي وبحال هادي.